مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه. السلام عليكم خياتي، السلامة مرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم ان شاء الله خياتي راح نديروا مع بعض وصفه جزائريه تاع زمان يقولوا لها يعني طاجين القلالين، ماكله القلالين اللي هو طاجين سفيريه. نبداو بسم الله بالمقادير. هادو اللي عندهم يقعد لهم الخبز باش ما يطرماش، وهنا المقادير تاعها كيما راك تشوفوا، مقادير بسيطه يعني ما فيهاش تكاليف بزاف. نبداو بسم الله. انا هنا عندي الزيت، نديرو قيمه 2 مغارف تاع الزيت. هادي نديرها بزياده باسكو هاد المغرفه ماشي كبيره كيما راكم تشوفوا. ونزيدو لها مغرفه تاع السمن. كيما تعرفوا الماكله الجزائريه سورتو لي صوص بلونش توجور يحبوا السمن باش يجو بنان بزياده. شويه هاولي كي يذوب لنا السمن تاعنا ويسخن الزيت، نحطو الطريف تاع الدجاج اللي عندك، المقصور اللي عندك ديريه، نخلوه حتى يتقلى مليح ونوليو ليه من بعد هكذايا. وهنا بعد ما تقلى لي داك الطريف تاع الدجاج نديرو له شويه بصل باش تدينا شويه المليحه الخضراء باش ما فيه والو غير البصل والحميصه ديال الشوك. وهنا خياتي بعد ما تقلى لي داك البصل نرميولو نديرو له الماء مسخون بيان سور هكذا، يعني ما نحتاجوش بزاف المريقه. هنا نرمي 2 عواد قرفه صغيورين بصح ماشي كبار، ولا ما كاش ديروا عويد واحد. وهنا تاني نزيدو له شويه تاع فلفل كحل، نزيدو بيان سور شويه ملح، ما نكثروش كيما تعرفوا المرقه البيضاء ما تحبش الملح بزاف هكذا. وهنا بعد ما غلا نرميو الحميصه ديالنا هذه دوكا نغطيوها ونخلوها طيب بعقلها، وحنا نروحو نديرو العجيجه تاع السفيريه. وهنا خياتي على ولينا العجيجه تاعنا. شوفوا عندي هنايا الخبز بايت فتتو هكذا، دوك نشمخو هنايا بشويه حليب. بسم الله، نشمخو غير بشويه باش ما يتشمخلناش مليح سينو يجرى لنا ونحصلو فيه. هكذايا حتى نحسو لازم نخدمو بيدينا باش نحسو لا تيكستور تاعو. وهنا نزيد شويه تاع مزهر باسكو السفيريه اللي ما يجيش فيها المزهر ما تجيش بنينه، لازم تكون فيها نكهه المزهر. وهنايا نديرو هنا بعد ما خلطت هذاك الحليب وشويه مزهر والخبز، هنا نديرو شويه فلفل كحل زانغريديون لي واسمو لي زيبيس لي درناهم في لاصوص. وهنا نديرو شويه تاع قرفه بودر. وهنا خياتي نزيد نرمي لها لي بورسيون تاع الفرomاج. انا كوم ما عنديش بزاف مانيش راح نكثر بزاف الفرماج هكذا. ونزيد لها هاد الفرomاج غابي. وهنا نايمها بولاد الدجاج، نزيد ندير لها ولاد الدجاج ندير بالحبه ونشوف شحال ترفد لي، ما لازمش ندير على مره. والملح ما حبيتش ندير باسكو الفرomاج مالح والخبز تاني مالح، فو ميو ما نديروش الملح. واللي حبت الملح دير غير شويه.
هكذا. وهنا ندير لها غير شويه بصل، كاين اللي يدير لها وكاين اللي ما يديرلهاش. ناس الزمان كاين الاغلبيه تاعهم ما يديروش البصل وما يديروش المعدنوس، باسكو علاش كديري لها البصل والمعدنوس تولي كي شغل عجيجات، ما توليش سفيريه. وهنا نديرو لها شويه تاع لاليفور على راس المغرفه تاع القهوه ونخلطوها مليح. هكا هذوك هنايا نمسها بهاد اليد اللي ماشي اللي ما خدمتش بها باش نعرف. هاهي نقدر نلايمها، ولا كان شفتوها جاتكم جاريه تقدروا تزيدوا لها شويه تاع لا شابلور، وكاين اصلا اللي يخدمها غير بلا شابلور. هكذا دوكا نحط اون اسيات تاع الماء نشمخ فيها هكا سباتيه ونحي بشويه باش تطرو لنا مليح، ونستفهم كامل هنا ونوجد المقله تاعي تسخن. هكذا خياتي بعد ما سخن الزيت تاعي رامي الحبيبات تاعي. شوفوا انا ما درتهم كبار ما صغار، وانتي الحجم اللي حبيتيه. هما زمان يديروهم هكا، يديروهم شويه صغار ما يديروهمش كبار. وكاين تاني خياتي اللي تحب دير لها هكا تحكم كرايه ودير لها حفاظ وسط ودير لها شويه فرماج. انا كون درت الفرماج بزياده في لافاكس كي خلطته معها درتو هكذا. نتوما تحبوا تزيدوا لها الفرماج هكا في الوسط زيدوه لها. دوك انا نكمل كامل هذا خياتي ونعاود نوري لكم. هاي لك خياتي السفيريه تاعنا راهي واجده بعد ما طابت، حطيناها في لاصيت تاعها. وهذه لاصوص تاعها باش نسقيوها من الفوق، باسكو السفيريه ما نديروهاش داخل الطاجين، نحطوها ونسقيو. نتمنى خياتي تكون عجبتكم هاد الوصفه التقليديه الشهيه اللي راهي تريح الله الله بالمزهر. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي في الكومونتير. ودوك خياتي ما قاعد لي غير نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في صحيحتكم وصحه فطوركم.